مشاهير والشيوخ اتغيروا بشكل مفاجئ وصادم للمتابعين، ومنهم من تحول جنسيا. وايه سبب التغير الصادم ده؟ المشاهدات والفلوس ولا في جانب مظلم في الموضوع؟ والشخص الأول اللي معانا اللي حرفيا صدمني بعد ما اتغير وضعه 180 درجة، وهو الشيخ والداعية أبو شارع القحطاني. الله جل في علاه أشد فرح الجبار جل في علاه بك إذا تبت. والله إن الله عز وجل أشد فرح بك. تكفى ألم يألم صلاتك قبل حجاب. انت متخيل ان الشيخ اللي اتربينا على نصايحه ادعيته ومواقفه الكتير اللي كان بيعملها، لدرجة ان هو لما كان بيقول نصايح في بعض الفيديوهات كان بيعيط من قوة ايمانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد. صلوا على النبي. صليتوا على النبي ابشروا بالخير. يقول ابن القيم يوم الجمعة يوم عيد وعبادة. انت متخيل ان الشخص اللي بينصح الناس ده اتغير بشكل غريب جدا وصادم للمتابعين بتوعه وللناس كلها اللي كانت عارفة الشيخ ده، لدرجة ان هم ما صدقوش ان الفيديوهات دي بتاعته هو. والتحول ده كان صادم جدا للمتابعين بتوعه بشكل ما يتصدقش خالص، لان المتابعين فضلت تدور على الفيديوهات تاني عشان تتاكد ان الشيخ ده بيعمل الكلام ده كله وهو واعي وهو عاقل. انت متخيل ان شخص بيدي نصايح وبيدعي الناس للصح وان هم ينهوا عن المنكر والفحشاء ويبعدوا عن الاغاني لان الاغاني حرام، وبدا هو بقى يسمع اغاني وبدا يعرض عربياته وبدا يعمل حاجات كتيره مثيره للجدل. اغاني بعد الأغاني يا أخوان، الأغاني والشيلات الطربقة دي تراها بريد الزنا، تدلك للزنا، كلام فاحش وحب رومانسي يا أخي. ويا ريته ظهر في فيديو واحد او اتنين، لا ده خلاص بقت حياته كده، وحياته اتسيستمت ان هي تمشي بالوضع الجديد ده. ولما اتعمقت في الموضوع اكتر واكتر وقلت اشوف الشيخ ده هيبرر اللي هو بيعمله ده ازاي، لقيته انه طالع في بث مباشر بيتكلم فيها عن ازاي الوضع اتغير بتاعه وازاي اختلف 180 درجة عن الاول، وكان الرد بتاعه صادم حرفيا لكل المتابعين اللي كانت بتحبه زمان اللي اتصدمت بالرد اللي هو قاله. يعني ممكن علامة الروز هي اللي سبب الضوضاء، خلتهم يجيبون مقطع قديم ترى قبل 7 سنوات، ترى بعدها قد اعتذرت عن هذا المقطع انه كنت مستعجل في تأدية النصيحة، وكنت في الحرم، تعرف واحد ايمانياته زايده تحمس اصور، وقد علمتهم على المقطع هذا، بس الناس تعرف تدور زلت، تدور ضياحات، تدور. ومع اني ترى قبل يا فهد معلش على كلمه قدام المتابعين، ترى قبل في منظور من اللحيه طويله على كلام فهد، يعني بكون معك صريح، قبل الناس لما لحيه طويله والحين لحيه قصيره لا ما كان يسمع من لحيه طويله شيلات، والله اني كنت اشغل شيلات ولحيه طويله، بس الناس ما تخلي حد، خلت الرسول. وحرفيا صدم المتابعين بعد المقابله الاخيره دي، ولما طلع برر كمان وقال ان الاغاني لما كان بيقول عليها حرام في الفتره اللي فاتت كان هو مستعجل جدا في النصيحه. الشخص التاني اللي معانا وهي نصرة الحربي، وشهرتها كبيره جدا في عالم التيك توك. ونصرة كانت هوايتها المفضله إثارة الجدل، يعني كانت بتطلع في برامج تتكلم في حوارات غريبه جدا عشان تسلط الضوء عليها. الرجال يغتصبوا بسه؟ ايوه تصير، ليش لا؟ لما يشوفوا بسه جميله كيوت الرجال يغتصبوا حتى اي شيء في الحياه. يغتصبوا بسه؟ ايوه تصير. بعدها بقى ظهرت لينا بالنقاب وان هي خلاص هتبقى داعيه والوضع هيتغير للاحسن وخلاص هتنسى الماضي كله. زوجة أصير فيه داعية وأصير فيه منقبة، أنا نقبت بقناعة قبل وبعدها بقى بما فيش ظهرت ببث مباشر وهي بدون النقاب خالص وعملت حاجات غريبة جدا. نفهم هالفيديو انه بكرة بتخلع الحجاب، لا ليش تستني بكرة؟ ايش رايك؟
خلاص الناس حرفيا بيعملوا اي حاجة عشان خاطر الشهرة والمشاهدات والفلوس. الشخص التالت اللي معانا اللي لما شفت التغير بتاعه ده انا ذات نفسي حزنت عليه، وهو الشيخ يزيد اللي كان بيدي ادعية ونصايح للناس وينهيهم عن فعل المنكر والفاحشة. احب ان انصحكم واذكركم بالله والكلمة الطيبة. يا اخوان تكفون، لا تخسرون نفس، لا تخسرون بخاطر احد بسبب كلام انتم لا تعلمون، وما يدريكم ما ظروف هذا الشخص. التحول اللي حصل للراجل ده يخليك تتكسف ان انت كنت بتقول عليه شيخ، لانه عمل حاجات صدمة جدا وغريبة وما ينفعش تطلع من شخص كان بيدعي الناس للحق. التحول اللي حصل للراجل ده غريب جدا لدرجة ان هو بيقول الفاظ بذيئة، بيسمع اغاني وبيرقص وبيعمل حاجات انت ذات نفسك لو اتعرض عليك الموقف ده مش هتصدق ان هو نفس الشخص. وتكون هنا انتهت حلقتنا، يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك الجميل. السلام عليكم.